والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة يومياتي أنا وأنس، والنهاردة هنقدم لكم حاجة سهلة وبسيطة والكل بيحبها. يا ترى يا هنترى هنعمل ايه؟ تعالوا قبل ما اقولكوا انا هعمل ايه، تعالوا نشوف الحاجة اللي جبناها مع بعض. جبت الكنكة بتاعت القهوة، كان نفسي فيها قوي وقلت هيجي الوقت المناسب اللي هجيبها. كل حاجة بتيجي يا جماعة، بس الصبر أهم حاجة. بيقولك الصبر مفتاح الفرج. هتقولوا مين اللي قالك ومين اللي عدلك؟ والله معرف، هما بيقولوا وانا بسمع، فمحدش يعلق يا جماعة. طبعا بقى لابسه الحظاظه بتاعت اخويا حمودي، سرقتها منه بصراحه لاني بحب الحظاظات جدا. هو ما يعرفش الحظاظه دي راحت فين، ولما يشوف الفيديو هيعرف الحظاظه دي راحت فين. انا بحب الحظاظات، ولما شفتها ضعفت. إيه اللي فيها يعني؟ فخدتها عادي، احنا واحد يا جماعه. وكنت بوريكوا الخربوش اللي انس كان مخربشهولي في ايديا. الواد كان بيتخانق معايا وخربشني يا جماعه. عيال اخر زمن، استغفر الله العظيم. ويلا بينا عشان نعمل القهوة. وتاني مرة اجرب الكاتل دوت. اول مرة جربته الكاتل دوت جربته عند اختي، وفار على الرخامة وبهدل الدنيا. فانا بصراحة خايفة منه جدا، يا ترى لو فار تاني يبقى العيب فيا ولا في الكاتل؟ انا بصراحة بعمل القهوة على عين البوتاجاز بتبقى جميلة جدا، فقلت اجيب الكاتل ونجرب تجربة تانية يمكن تنجح. وجبت الفنجان اللي جايباه من اسكندرية، ومش عارفة جايباه ليه رغم ان انا عندي حاجات كتير جدا ما استخدمتهاش لسه، والنيش مقفول عليها، رغم ان انا عندي بردك حاجات في الظرف بتاعة المطبخ وما بجيش يمتها، معرفش ليه. بس عجبني دوت، قلت اما اجرب كده واشتري، لاني بخاف اجي يمة النيش. وادعولي ان انا اجمد قلبي واجي يمة النيش، خلي النيش يدعيلي. ومعانا صفا هانم، صحيت من النوم والفيديو هيبوظ ومش عارفه اكمله، وربنا يستر وادعولي. وتعالوا إن أنا نكمل أبقى بقيه بخير. الفيديو قبل ما صفا تفوق ويطلع صوتها. عايزه اقول لكم بقى ان انا واقفه قلقانه وخايفه لا تفور، وربنا يستر ومش مطمنه. يا ربي يا مسهل. ادعولي ان الوصفه تنجح معايا، بس الريحه مبشره. الريحة مبشرة يا جماعة، وان شاء الله هتطلع قهوة زي الفل. يلا بينا. واو، والله ما مصدقة عينيا، الحمد لله نجحت معايا المرة دي. وتعالوا ندوق بقى ونشوف الطعم هيبقى حلو كده زي شكلها ولا لا. يلا بينا. وفعلا طلعت حلوة، الحمد لله. راح فين يا مجرمبو؟ ايوه، كنت بجيب لكم الكرتونه. لا بصراحه مش بجيبها لكم انتوا، انا كنت بجيبها عشان احط فيها الكنكه وارجعها للراجل واقول له يا عم الحاج انا ما بشربش قهوه اصلا، وخدتها منك بالغلط، وربنا يسامحني على اللي انا هعمله. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. جبت راس توم وقلت اقشرها عشان اعمل صلصه البيتزا. والله يا جماعة انا ما عارفة انا مالي، انا حاسة ان انا مش بعمل فيديو، حاسة ان انا بعمل اعلان للكنكة. فانا مش بعمل اعلان، ده انا بعمل فيديو عادي، بس مش عارفة ايه اللي فيا النهاردة. اكيد اتحسدت يا جماعة، انا غريبة النهاردة والله ومش عارفة فيا ايه. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه تاني بعد ما قشرتهم وكده، وتعالوا نشوف. ده حتى صفا مستغرباني وبتقول ماما بتتكلم كده ليه؟ انتي مستغرباني يا صفا؟ ها؟ مستغرباني؟ قولي مستغرباني. طب انا حبيبتك صفا، انا حبيبتك. طب بتحبيني قد ايه صفا؟
بتحبيني قد ايه؟ زعلانة منك بس. بتحبيني قد ايه؟ البحر ولا الترعة؟ احنا ما عندناش ترعة يا صفا، يبقى بتحبيني قد البحر، صح؟ قولي صح. شطورة. اسيبلك حبة قهوة؟ قولي متقعديش تهزي في دماغك عشان انتي بنوتة شطورة. ماشي يا سوسو، هاتي بوسة بقى. وبعد كده بقى ضربت الطماطم مع مش عارفة ايه، مش فاكرة اصلا. طماطم بيني والثوم، طماطم وثوم، وقعدت اصفيها. وبصراحة كانت حتة بيتزا يا جماعة، تحفة تحفة تحفة. بصراحة انا هقص من الفيديو ده عشان الفيديو ده طويل جدا، وانا ما بحبش الفيديوهات الطويلة عشان ما بقاش رخمة عليكم. والفيديو دوت رغم ان انا قصيت منه حاجات كتير بس برضك طويل، اعمل ايه؟ غصب عني صورت فيه حاجات كتير، فغصب عني ان هو هيبقى طويل برضه. وجبت كيس الزعتر وقلت ارش رشة بسيطة على الصلصة، بتديها طعم حلو جدا وريحتها بتبقى تحفة. وشكلي بقى كده بفكر اعمل ايه تاني، مش عارفة كنت بفكر في ايه لان نسيت، فتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. وخرجت البيتزا وعيالي كلوا، يعني كنت عاملة 2، عيالي كلوا واحدة وهي على البوتاجاز لسه اول لما خرجت. بصراحة كانت ريحتها تحفة وكانت طعمها روعة يا جماعة. انا بحب البيتزا اللي هي بالسجق، بتبقى حلوة جدا عن اللي هي بالخضار. يعني بالخضار ما باكلش منها يعني الا حتة، اما بالسجق ممكن يعني اكل كام حتة يعني عادي يعني. بس كانت طعمة قوي ورقيقة وحلوة وبنحمرها من تحت حلو كويس جدا. بصوا يا جماعة الجمال والحلاوة يا خراشي. بالنسبة للبيتزا التحفة دي انا جايبة العجينة جاهزة من موزاريلا فريش، هي والجبنة، وحلوة جدا. واي حاجة هجربها هقول لكم عليها بكل امانة. بصراحة عجبتني وكانت مظبوطة جدا. وبس كده ركبنا بقى، نزلنا وركبنا ورحنا النادي عشان كان انس عنده نادي، فروحنا النادي وقاعدين بقى بناكل لب ومظبطين على الاخر يا جماعه. وبطلوا قر عليا عشان انا اقسم بالله ما ناقصه والدنيا بايظه عندي، فملكوش دعوه بالمظاهر وقولوا الحمد لله. بس كده، واستنوني بقى في فيديو جديد ومع السلامه. واستنوا قبل ما نقفل الفيديو مع بعض، عايزه اقولكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد، واستنوني فيديوهات تانية اكتر واكتر، ومع السلامه.